اهلا بيكم يا جماعه، معاكم احمد كمال، والنهارده هنتكلم على واحده من احسن تجارب الكاميرات اللي انت ممكن تاخدها. ده الاونر ماجيك 8 برو. بستعمل الموبايل ده بقالي اسبوع تقريبا، وبصراحه انا مبهور مش بس بالكاميرا ولكن كل تفصيله في الصوره هو بيطلعها، وتجربه الموبايل المتكامله. الحلو كمان ان هو نزل لنا في مصر. هتكلم على السعر بتاعه بعدين في الفيديو علشان هقولك على طريقه تشتريه ارخص بكتير حتى بعد حوارات الضرايب، فاستنى معايا علشان توصل للجزء ده. قبل ما نكمل، فانا جبت الموبايل دوت من ليدي ستور، شكرا ليهم علشان هم اللي وفروا لي فرصه ان انا استعمل الموبايل دوت مده طويله. وعموما هو واحد من اكتر الاماكن الموثوقه بالنسبه لي، واسعارهم كويسه جدا، فانا بروح لهم كتير. اللون اللي معايا من الموبايل هنا هو ازرق سماوي. اغلب الوقت هو اصلا لونه رمادي، مش بيبان فيه اللون الازرق دوت غير في الانعكاسات مع الضوء بره، انما لو انت بتستعمله في البيت مش هتبقى حاسس بالازرق فيه قوي، او على الاقل لحد ما تحطه في الكفر اللي جاي معاه في العلبه بيخلي اللون يبقى باين اكتر. التصميم مألوف جدا ببروز الكاميرا الضخم اللي موجود دلوقتي في الشركات الصينيه اغلبها. هنا في اختلاف شويه ان الجزء الخارجي دوت تحسه شكل سداسي الاضلاع. دلوقتي خلاص بقى الشكل ده مربوط بان انت هتشوف كاميرات جامده قوي. البروز بتاعها ده بيبقى كانه مسند لصباعك وانت ماسك الموبايل، فما عنديش مشاكل معاه. الجوانب مسطحه زي الايفون طبعا، وعندك حتى زر التحكم في الكاميرا اللي موجود في الايفون، فهو باين التقليد في الحتت ديت. بس اونر مسمياه زرار الاي اي، وده علشان انت ممكن تغير الزرار ده بيعمل ايه. ممكن تخلي ضغطه واحده بيفتح مثلا الاي اي، وضغطتين بيفتح الكاميرا. الظهر معمول مط، فما فيش اي بصمات بتيجي عليه، وانا الموضوع ده بيفرق معايا جدا بجد. من ناحيه التحمل فهو بيدعم اي بي 69K، وديت معناه ان هو هيستحمل مش بس الميه وان هو يغطس فيها لمده طويله، هو بيستحمل ميه سخنه كمان، وبيستحمل ضغط ميه عالي. فهو واحد من اكتر الموبايلات اللي انت هتبقى مطمن وانت ماسكها. الشاشه من قدام فيها انحناءات من الاربع جوانب بسيط جدا ولكنه موجود، انا شايفه مثالي بصراحه. ومش هتبقى قلقان من حته ان انت ما تلاقيلوش سكرينه، لان هو اصلا بيجي ملزوقه عليه اول لما بتطلعه من العلبه. حجم الشاشه نفسه 6.71 انش، اصغر شويه من المنافسين اللي بقوا واصلين ل 6.9، ولكنه مريح جدا في الايد، ويظل حجم شاشه كبير جدا. نوع الشاشه ديت LTPO OLED بتردد 120 هرتز، وفكره ان هي LTPO معناها ان هي بتغير التردد من غير ما انت بتعمل حاجه علشان توفر في البطاريه، وفي نفس الوقت تديلك السرعه لما تحتاجها. الشاشه بتدعم لحد مليار لون، وهتحس بال HDR وجوده الالوان لما تتفرج على فيديوهات متصوره فعلا كده. الجريدينت بتبقى مظبوطه، الشادو بيبقى مظبوط، كل حاجه في الفيلم اللي انت بتتفرج عليه بتبقى معموله صح. هي بتدعم دولبي فيجن و HDR فيفيد، بتميل شويه للالوان ان هي تبقى متشبعه، ولكنها تظل الى حد كبير جدا اكيوريت، مش متشبعه بشكل مبالغ فيه. الاضاءه بتوصل لحد 1800 نتس، البيك بتاعها 6000 نتس. بعيدا عن الارقام على الورق، التجربه العمليه ان هي فعلا كويسه تحت ضوء الشمس، وبتفضل منوره لمده طويله. اغلب الموبايلات لما بتسخن بتقلل الاضاءه بسرعه، ده بيقعد معاك شويه على ما يقلل الاضاءه. في نقطه ناس كتيره جدا بتتجاهلها، وهي البي دبليو ام، او فكره تردد الشاشه نفسه بيبقى عامل ازاي، او الفليكر بتاعها بيبقى عامل ازاي. هي عموما 4320 هرتز، وده يعتبر رقم عالي جدا. لو انت حد حساس عموما للشاشات او بتصدع بعد ما بتمسكها مده طويله، ده واحد من احسن الموبايلات اللي بيحل الموضوع ده. ابعاد الشاشه 20.9 وبيكسل بير انش 458، عليها طبقه حمايه نانو كريستال شيلد، واللي هي واخده موس ليفل 4. من الاخر ايا كان استعمالك، دي واحده من احسن الشاشات اللي انت هتاخدها. خلينا نتكلم بقى على تجربه الاداء والسوفت وير بتاعه. هو جايب ماجيك او اس 10 على اندرويد 16. اونر بتوعدك ان هي تعمل 7 سنين تحديثات، يعني زيها زي جوجل وسامسونج، فدي حاجه كويسه لو انت شخص بتحتفظ بالموبايل لسنين طويله قدام. اول حاجه هتلاحظها في الواجهه ان هي شبه جدا الايفون، سواء الكنترول سنتر لما بتيجي تسحبه، التوجلز بتاعته، الايقونات، شكل كل حاجه حرفيا بيفكرني بالاي او اس 26. حتى عندهم ستاند باي مود بيشتغل لما بتحط الموبايل بالعرض، فهم بيقلدوهم في كذا نقطه، مع وجود النوتش كمان من قدام، والايقونات اللي انت تقدر تغير شكلها على فكره، بس هي بتطلع من العلبه شبه الايفون شويه. فاقدر اقول ان الترند ان الشركات الصينيه بتحاول تشد مستخدمين الايفون لسه مكمل معانا في 2026. احلى حاجه كمان ان هو سموث جدا، ناعم جدا، اي انيميشن بيتعمل صح، مش بيهنج، مش بيعلق، ما فيهوش اي مشكله حرفيا هتحسها وانت بتتنقل ما بين حاجه والتانيه، وكل حاجه بتتعمل بسرعه
بسرعه رهيبه. انت عارف الشعور دوت لما بتجرب موبايل وتلاقي الانيميشن بتاعه وحش، بتيجي تدوس كده بتحس ان في حاجه بتقطع. الكلام ده مش موجود هنا خالص. فلو انت حد متعود على الايفون والسلاسه بتاعته هتلاقيها هنا، وده طبيعي لان هو فيه هاردوير قوي جدا. عندك سناب دراجون 8 اليت الجيل الخامس، ده معالج 3 نانومتر، واحد من اقوى المعالجات اللي موجوده في السوق دلوقتي. بعيدا عن التنقل والمالتي تاسكينج هتقدر تحسها في الالعاب كمان، ومهما تقلت على الموبايل ده هو بيديلك تجربه ممتازه. فريم ريتس مستقره، ما بيسخنش، بيوفر في البطاريه. انا مبسوط جدا. في تفاصيل كتيره تحس ان هم مهتمين بيها، منها مثلا ان انت لما بتيجي تفتح الاعدادات هتلاقي جزء مخصص للهابتكس، واللي هي الفايبريشن. لما بتيجي تدوس على حاجه، بتيجي تعمل حاجه، تكتب على الكيبورد، بيبقى فيه فايبريشن صغير كده. هم حاطين لك فيديو علشان ينقل لك التجربه بتاعته وتختار الشده بتاعته. اتبسطت جدا من الموضوع ده بصراحه. السماعات كان بقالي كتير جدا ما بتكلمش عنها، بس من ساعه الايفون اير اللي نزل لنا مونو في 2025 بقيت احب اتكلم عنها تاني. هو طبعا جاي هنا ستيريو، جاي بصوت عالي، جاي بصوت كلير جدا او كويس جدا. ممكن مش اكتر حاجه فيها بيس في الدنيا، او زي ما احنا بنقول عليها الطبله، مش بتحسها جامده او قويه قوي، بس التجربه بتاعت الصوت كلها تعتبر كويسه جدا. خلينا نتكلم بقى على الجزء اللي هو اصلا الفيديو ده معمول علشانه، وهي الكاميرات. اكتر حاجه بتميز دلوقتي الموبايل ده، واكتر حاجه بتشد الناس عموما للشركات الصينيه، لان بجد في 2025 كانوا مسيطرين على الحته دي. اول حاجه عندك الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.6، حجم السنسور 1 على 1.3، فانت عندك سنسور كبير مع تثبيت، ودي بتفرق جدا في التصوير الليلي زي ما هتشوف دلوقتي. الكاميرا البيرسكوب هي كاميرا 200 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.6 علشان تطلع لك صور شارب. البعد بتاعها هي 85 ملم، وده معناه ان هي كاميرا 3.7x. لما تيجي تقارنها بالكاميرا الاساسيه، ده الزوم اللي هيديهولك. عموما النايت فوتوغرافي على الموبايل دوت كله تجربته مذهله قوي. الكاميرا الالترا وايد كاميرا 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.0، وحتى هنا مش بتحس ان هي مجرد حاجه عملوها بعد ما عملوا الكاميرتين الاساسيتين. هما برضو مهتمين بالتفاصيل بتاعتها وبتطلع صور كويسه جدا. لما جيت جربت الصور بتاعت الموبايل دوت خصوصا في التصوير الليلي، هنا اتبهرت جامد. انا مش بتكلم عن ان هي مجرد صوره منوره او الاضاءه فيها احسن، انا بتكلم على التفاصيل والحده اللي بيطلعها. هتقدر تاخد صوره وانت عامل زوم اصلا هتلاقي فيها تكستشر كويس جدا، تفاصيل عاليه جدا، الوان مظبوطه، مفيش هايلايتس ملسوعه. علشان اقدر احسسك بالفرق فلازم اوري لك لما بتاخد صوره زوم على الاونر عامله ازاي وعلى الايفون عامله ازاي. سيبك من الزوم كمان، لما تيجي تتصور بالكاميرا الاساسيه هتلاقي ان حتى الهايلايتس بتبقى ملسوعه شويه على الايفون ومش ملسوعه على الاونر. لو جيت تعمل زوم وتبص على شعري او على اللبس اللي انا لابسه هتلاقي ان التفاصيل في الشادوز اعلى بكتير على الاونر. انا عارف ان الناس ممكن بعد ما تتفرج حتى تفضل مياله للوك بتاع الايفون، انا فاهم ده علشان هما بيحبوا السكين تونز او لون البشره اللي بيعملوا. بس انا هنا مش بتكلم على مجرد اللوك اللي بتاخده من هنا واللوك اللي بتاخده من هنا، لان انت تقدر تغير في الاثنين. الايفون عندك فوتوغرافيك ستايلز، والاونر عندك خيارات كتيره جدا بالاي اي. ممكن تلاقي حد بيقوم قايل لك الايفون بيديلك صوره طبيعيه اكتر، انما الاونر بتبقى متعدل عليها جامد جدا بالاي اي، بالتالي بيطلع لك صوره مش طبيعيه ومش زي اللي انت شايفها، وده ببساطه مش حقيقه. هي المشكله في الايفون مش فكره ان هو طبيعي، هي الفكره ان هو فعلا في تفاصيل كتيره مش موجوده في الصوره اصلا. فحجه ان انت تقدر تعمل لها ايديت علشان تاخد نفس اللوك اللي بتاخده من الاونر دي مش حاجه مظبوطه خالص، دي مش الحقيقه. ابل محتاجه تطور في الحته ديت، هي عندها مشاكل كتيره جدا في الاي اي وابتدى يبان الفرق هنا. مجرد ما انت خلاص لقطت الصوره وما بقاش فيها تفاصيل كتيره، مفيش اي تعديل هتقدر تعمله علشان ترجع التفاصيل ديت. لما تيجي حتى تقارن في الزوم، ال 40 اكس زوم هنا وال 40 اكس زوم هنا مستوى مختلف تماما، وانا بتكلم على ال 40 علشان دوت اعلى مستوى زوم يقدر يوصل له الايفون، انما الاونر بيقدر يوصل لحد 100 اكس زوم. بالحديث عن استعماله للاي اي، فانا مش شايف ان هو هنا بيعمله بشكل يضايق، بل بالعكس انت عندك مميزات اي اي هتستعملها عاجلا او اجلا، لان هو بيدي لك ادوات تقدر تستعملها كتيره. انا بحب جدا مثلا موضوع ان انت ممكن تعمل اكسباند للصوره او تمد الصوره تشدها علشان تغير الابعاد بتاعتها، فتقدر تحطها ستوري من غير ما تبقى مقصوصه، او تخليها خلفيه لللابتوب بتاعك. طبعا تقدر تمسح اي شخص من الصوره، ولو عملت سيلكت لشخص معين هيشيل الظل بتاعه كمان. ممكن تقول المميزات ديت موجوده عند شركات تانية، ولكن في ميزه هنا عجبتني جدا، وهي ان انت تقدر تنسخ اللوك والالوان بتاعت صوره تانية. الصوره ديت مثلا كنت حاسس ان هي مايله للازرق شويه، فبدل ما اعدل على الالوان بتاعتها بنفسي، انا خدت كوبي من صوره تانية متاخده بنفس الموبايل برضو بس على زوم اكتر، ونقلت ستايل الالوان من هنا للالوان هنا. فانت تقدر تحمل اي صوره من النت حتى وتاخد لوك الالوان بتاعها، ومش محتاج تدور على صوره بنفسك، انت اصلا عندك كذا صوره موجوده
جوه السيستم دوت علشان تختار منهم، فتقدر تاخد صورة عادية وتخليها تبان كأنها في غروب الشمس مثلا. هو مش مجرد تغيير بس في الدفيان بتاع الصورة، هو بيعدل على الألوان حرفيا. تصوير السيلفي ما اقدرش اقول نفس الانبهار اللي انا انبهرته في الكاميرا الخلفية. اللوك بتاع الايفون فعلا طبيعي اكتر وفعلا شكله احلى، الالوان والبشرة مبسوط بيها اكتر. الاونر فيه تفاصيل عالية جدا، ولكن في حاجة في لوك الصورة تحسه مش مظبوط، في حاجة ناقصة علشان تبقى مبسوط من شكلك في السيلفي. بتبان اكتر جدا كمان لما بتيجي تصور فيديو بقى. طب يا جماعة، أنا دلوقتي قاعد بمنتج الساعة 6 الفجر، واكتشفت إن فيديوهات الأونر ماجيك 8 برو مش متسجلة معايا. اكشلي فرمطت الموبايل من غير ما انقل الداتا، ف حقكم عليا، مش عارف اعرض لكم فيديوهات الماجيك 8 برو، دي غلطة مني. بس هتحتاجوا تصدقوني بقى في الكلام اللي أنا بقوله أو في الكلام اللي أنا بحكيه. الموبايل ده بيعرف يصور 4K لحد 120 فريم، وعندك دعم لل HDR. الفيديو عموما ثابت جدا وانت بتصوره، ولكن ما يقارنش بالايفون. الايفون يظل ملك تصوير الفيديوهات وملك صناعة المحتوى. الموضوع كمان بيبقى كارثي قوي لما بتيجي تصور بالكاميرا سيلفي وتشوف الفرق في الاضاءة والالوان. اونر هنا هتلاقيها بتعاني علشان تقدر تتعامل مع الاضاءة الخلفية، ولكن الايفون ما عندوش اي مشاكل في الموضوع ده. فرغم ان الاونر بيديلك برو مود وتصوير رو وحاجات كتيرة جدا في تصوير الصور، ولكن وقت ما تيجي تستعمل الفيديوهات هتحس قد ايه هو بيخسر مقارنه بالايفون. بالنسبه للبطاريه ديت نقطه مهمه جدا علشان هتختلف على حسب النسخه اللي انت هتشتريها. النسخه العالميه واللي هي متوفره هنا في مصر حجمها 7100 ملي امبير، اكبر بكتير جدا من النسخه الاوروبيه اللي هي مش مكمله 6300. وحتى نسخه الصين 7200 ملي امبير، في فرق 100 ملي امبير، مش عارف ليه الفرق الصغير دوت موجود. المهم كده كده في تطور حصل بسبب نوعيه البطاريات اللي مستعمله هنا، اللي هي السيليكون كاربون، بتاخد افشنسي او اداء اعلى كتير جدا منها في حجم اصغر. فحرفيا البطاريه دي بتقعد معايا باليومين وانا بستعملها بتتقيل عليها. بستعمل الكاميرات كتير جدا وبستعمل الموبايل عموما في حياتي اليوميه. ده مش موبايل هتبقى قلقان خالص وانت بتستعمل البطاريه بتاعته، وفعلا مش هتحتاج تفكر في الموضوع ده. وسرعه الشحن حتى النسخه اللي موجوده عالميه بتدعم لحد 100 واط، والشاحن بيجي موجود معاك في العلبه. بصراحه مش هقدر اقول لك رقم معين هو بيشحن بسرعه قد ايه، لان انا اصلا ما احتاجش اشحنه ولا مره في نص اليوم. فهو يا دوبك كنت بحطه على الشاحن قبل ما انام، لان فعلا البطاريه نفسها قويه جدا. ولكن الارقام اللي موجوده اونلاين بتتكلم في حوالي سرعه شحن 80% في نص ساعه. بيدعم شحن لاسلكي، بيدعم شحن لاسلكي عكسي، وشحن عكسي عادي ده معناه ان انت ممكن تشحن السماعات بتاعتك مثلا منه. فحرفيا كأن معاك باور بانك. سعر الموبايل دوت الرسمي في الدول العربيه هو 4000 درهم في الامارات، 4200 درهم في السعوديه، وفي مصر هنا 66000 جنيه. هكون صريح جدا معاك، انا شايف ان هو بالنسبه لنا في مصر هنا يعتبر غالي جدا، خصوصا لما تحط في اعتبارك حاجتين. اولا ان الشركات الصينيه عموما اعاده البيع بتبقى صعبه فيها جدا، فانت هتخسر جزء كبير من ثمنه وقت لما تيجي تبيعه. وثانيا لما تيجي تبص على المنافسين زي الاوبو فايند اكس 9 برو او الفيفو اكس 300 برو، هتلاقيهم في مصر هنا ارخص، نازلين رسمي ب 60000 جنيه. ده بصراحه ديل احسن. فتسعير 66000 دوت بالنسبه لي مبالغ فيه جدا، خصوصا ان هو في الامارات والسعوديه بتتكلم في حوالي 52000 جنيه مصري. لو جيت تدافع حتى وتتكلم على الهدايا، فهقول لك ديت مش النقطه اللي تجذب قوي مشتري في الفئه ديت قد الموبايل نفسه. او لو جيت تتكلم على التقسيط، فهقول لك ان دوت موجود عند كل المنافسين دلوقتي، تقسيط التريبل زيرو من غير ما تدفع زياده عن ثمن الكاش. اقل منافس عنده 12 شهر وبيوصلوا لحد 18 شهر و24 شهر بنفس سعر الكاش. ولكن في مفاجاه هنا، الموبايل ده بيتباع في مصر دلوقتي ب 46000 جنيه بس، ارخص حتى من السعر بتاع الامارات والسعوديه. ده سعر قاتل، مفيش موبايل في نفس الفئه ديت بيدي لك نفس القوه ديت. فانت تقدر تشتريه بالسعر ده، وبعد 3 شهور او بعد 90 يوم تبقى تدفع الضرايب بتاعته اللي هي 10000 جنيه. ساعتها برضه هيقف عليك ب 56000، اللي هو ارخص 10000 جنيه تانيين من السعر الرسمي اللي هو 66000. السعر دوت موجود في ريدي ستور، وانا بصراحه شايفه لقطه جدا. المكان موثوق جدا بالنسبه لي، وعارف ان انت بتاخد حاجه محترمه منهم، ومتوفر عندهم اي موبايل تاني انت عايزه. مش حابب افضل اتكلم عن ريدي ستور كتير جدا، لان هو مكان معروف بالفعل، وعلشان فعلا الراي اللي انا بقول لك عليه هو رايي الحقيقي، ملهاش دعوه بسبونسر، ملهاش دعوه باعلان، ملهاش دعوه باي حاجه. هو انا بقول لك احسن طريقه تشتري بيها الموبايل ده في مصر. في فئه ال50 بقى اللي هو ارخص شويه من غير ضرايب واغلى شويه بالضرايب، انا شايف واحد من احسن الخيارات اللي موجوده قدامك دلوقتي. بيدي لك تجربه متكامله، والتصوير فيه تحفه. يمكن السيلفي مش اقوى حاجه، الفيديو مش زي الايفون، ولكن الصور نفسها ممتازه، التجربه سريعه جدا وسلس جدا، البطاريه فوق التحفه. فبجد لازم يخش قائمه ترشيحاتي. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.